السلام عليكم. في جملة دايما بتتقال كده اللي هو الشيطان شاطر، بس هو برغم ان الشيطان شاطر فاحنا كبني ادمين بقالنا فترة حاطين عليه، واخدين منه الادوار والنجومية والشهرة، يعني مبقاش ظاهر، قاعد عاطل شغلة ولا مشغلة. يعني يمكن اللي مصبره بس شوية ان الايد البطارية نجس، يعني تمام طالما ما هوبش ناحية الخير فهو انا كده تمام مكتفي. طيب ليه بقى الشيطان وصل للمرحلة دي؟ هنفترض مثلا ان في اتنين صحاب اتخانقوا، فهو الشيطان يعني دي سبوبة وجات له، يعني حاجة كده نستفتح بيها يعني، فيروح لواحد فيهم يقول له بقول لك ايه، اتكلم عليه في ظهره. فبيلاقي البني ادم بيقول له ايه، هتكلم عليه، انا هتكلم على الشيطان هنا اللي هو بيتخض بقى، اللي هو يا عم لا ما تدخلش الاهل في الموضوع. فيلاقي البني ادم بيقول له موضوع إيه يا عم، انت مالك كده بقيت خارع كده وبقيت طيب. فاللي هنا الشيطان بيتخض اكتر، يعني انا طيب طيب، وبيمشي بقى الشيطان يعني وبينسى الموضوع يكشي يولعه. بس اللي هو يعني انا ايه اللي حصل لي، انا ازاي كده؟ طب تمام، يعني جايز ده برضو ابن عمي يعني ولا حاجه، وجاي هنا في مصلحه ولا حاجه مش عايز حد يعرفه، فتمام يعني نشوف غيره. فيجي مشكله تانية، يعني اتنين ماشيين مثلا في شارع وايه بعربيه وواحد كسر على التاني، فالشيطان بيجي بس بيفتكر بقى اللي حصل معاه في الموقف اللي فات، فبيقول لك لا انا ايه بقى، انا تمام. فبيقول له انزل واضربه وعوره واشتمه وسبله وكسر له عربيته وهات له ناس. فيلاقي البني ادم بيقول له ناس ايه، انا هجيب له البوليس، انا كان معايا حته حشيش كده مخليها معايا تقعد لاخر الشهر في وسط الزحمه كده والبتاع، احطها له في عربيته وتيجي البوليس وريني انهي محامي هيطلعه منها، دي اتجار الراجل ده مستقبله ضاع كده. فهنا الشيطان بيبقى اوريدي كتب استقالته بس مش عارف يمضي عليها ولا لا، يعني هو خايف يمضي عليها يلاقي نفسه في الشارع لا شغل ولا مشغله. فهنا الشيطان بيدخل في حاله اكتئاب بقى، بيدخل الحمام يقفل على نفسه، اللي عايز يدخل يستحمى يدخل يستحمى، اللي عايز يدخل يعمل حمام يدخل يعمل حمام، عايزين تدلقوا ميه مولعه مغليه عليا انا وعيالي على الساعه 2 بالليل ادخلوا، عايزين تطفوا سجاير في قفانا ادخلوا. انا خلاص انا بقيت بني ادم مهزأ او بقيت شيطان مهزأ. يعني الشيطان بيحس ان هو اتهزم بقى خلاص، يعني لحد ما بيحاول بقى يخرج من اللي هو فيه ده، يجيب فكرة جديدة يدخل بيها للعالم تاني. فبيقول لك انا هطلع العب على حتة اللبس بتاع البنات، اللبس بقى اللي هو مش لبس اصلا بقى، اللي هو ملوش علاقة باي حاجة، اللي هو ممكن اخلي واحدة تلبس حلق وشراب وتنزل من غير اي حاجة تانية. فيخرج ويكتشف ان ده اصلا موجود، وحتى ما بقاش اسمه لفظ سيء، يعني بقى اسمه اوبن مايندد، يعني والناس عادي معترفة بيهم وحباه ويعني مقنن يعني. فالشيطان اللي هو تمام، يعني انا هرجع اكتئب تاني؟ لا انا مش هرجع اكتئب تاني. فبيقول لك طب العب على الكباريهات. فهنا بقى متهيألي الكباريهات دي بقى ايه يعني، قلع بقى هنا وشرب هنا وناس هنا بتحب في بعض وناس بتبص في بعض، يعني حاجة كل الظروف متنوعة يعني. فبيروح بقى يعني الشلة اللي هو يعني ايه بيدور على اوسخ واحد فيهم، بيروح له بقى يقول له يعني بقول لك ايه، ما تنزل كده بقى تشوف لك كده كباريه، تنزل تشوف لك حاجة حلوة بتاع منظر حلو. فبيلاقي الواد بيقول له يعني طب وليه المشوار اصلا، طب ما انا نازل